قضيتنا كالتالي: بنت وحيدة أبوها تخرجت من الجامعة، تبي هالهدية، والأب والله منم عليه شرى لها عقد بقيمة 30,000 الماس مع الماس، والعقد مميز. قال يبا تستاهلين هالعقد هذا. فرحت، لبستها في عندها مناسبة عرس واحدة من رفايجها، قالت بظهر في كامل زينتي وحلتي، وراحت هالعرس. دشت فلانة شلونك، وحاولت تختلط في الموجودين، فكان العقد ملفت للنظر، بمعنى الكل قاعد يبدي إعجابه، إلا وحدة ما كان دورها فقط إبداء إعجاب، إنما صار في خاطرها هالعقد هذا، فقعدت طول العرس وهي معها، ما هدتها. حبيبتي هذا عصير، لا الأغنية هذه كان يعني ينفع ترقصين عليها. جاملتها مو مخليتها ملازمتها 24 ساعة 24 ساعة، يعني تنتظر فرصة تقتنصها ممكن تنتشل هالعقد هذا، إلى أن أتت اللحظة المناسبة باعتقادها. أثناء ما رقصت انت يا هالبنت هذه اللي قلنا وحيدة أبوها، طاحت اعثرت، كانت تقوم مباشرة هابة لنجدتها: قومي ما تشوفين الشر، عين ما صلت على النبي. أثناء الحديث هذا وتحاول تقوم هالبنت اللي هي من وراء لقطي هالعقد وخشي، لا تعورتي ما تعورتي. فهذه الفقيرة الصغيرة اعتقدت بأن انكسرت انحرجت، سكانة بمشي، قالت يمشي أحسن، هني ما راح يخلونك، الحين طحتي بعد شوي بيذبحونك. ففكرت انت يا اللي راح نطلق عليها في المناسبة السارقة، اعتقدت بأن بمجرد ما أن خلاص هي تعتزم الرحيل راح تتفقد أغراضها، ومن ضمنهم طبيعي العقد. فقالت أنا لازم أخشه، وبعد ما يمشون العالم وهي تمشي في الأساس أخذه وأطلع بعد ما يمشي الكل. فكرت شو أسوي ما شو أسوي. قالت العرس كله طاولات، أخشه تحت أحد الطاولات هذه، ولا حد شاف ولا حد درى. كفكرة مقبولة ومنطقية. في طاولة يمهم، شيلي الستار اللي محطوط تحتها أو فوقه بالأصح، وقطي هالعقد هذا تحت. يلا مشينا. أثناء العملية هذه، بعد ما خشت هالعقد هذا، واحدة ثانية شافت الموضوع بالتفصيل، شافتها وهي تقومها، شافتها وهي تخش العقد، وفي الأخير قالت أنا أنتظر السارقة الأولى تلف وأنا ألقط هالعقد وانحاش. وبالفعل هذا اللي حصل. لفت بعد ما خشت العقد، لقطي هالعقد وتوكلي على الله. ثاني يوم من أصبح الصبح راحت إلى محل للمجوهرات وباعت هالعقد هذا. طبعا باعته بنصف القيمة كونها ما تملك فاتورة. ردت البنت هذه اللي قلنا في بداية القضية وحيدة أبوها اللي هي صاحبة العقد، قالت يا يبا أنا نبكت واللي حصل في العرس وفقدت هالعقد هذا. دورنا عليه، الكل دور ما حد حصله. فالأبو يملك الفاتورة، راح إلى المخفر اللي في منطقتهم، تقدم في الشكوى. أول مباحث سووا تحرياتهم، فروا على المحلات الخاصة في الذهب والمجوهرات، إلى طبعا هم عندهم اوريدي وصف العقد بالضبط، يعني كم ماسة وشون طريقته ووزنه، فشافوا العقد مطابق للمبلغ. فعطنا الفاتورة يا صاحب المحل، ولا صورة بطاقة السارقة الثانية اللي لقطت العقد. يا ابوها وكذلك يا ابو منو انت يا الشاكية، البنت هذه شفتيها في يوم العرس؟ كانت تقول ايه قاعدة يمي. شلون اخذتي العقد؟ تقول ما ادري لقيته طايح انا واخذته. غير الموضوع هذا، تقول هذا اللي حصل معي. زادوا شوي بالنبرة، كانت تقر في كل شيء. قالت شفت فلانة اثناء ما طاحت الشاكية خذت العقد، خشته تحت الطاولة، لفت، انا قلت مباشرة اخذته ورحت بعته. شكرا. اليوم سؤال كالتالي: شنو التهمة اللي توجه للسارقة الأولى، والتهمة
اللي توجه للسارقة الثانية اللي باعت العقد. نلقاكم في الرأي القانوني. رأي القانون في القضية هذه. خلونا في البداية ننطلق في شرح جريمة السرقة، خاصة القضية سرقة تعتبر. القانون يقول اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية التملك. كل كلمة من هالتعريف هذا شرط لقيام الجريمة. بمعنى إذا كانت الجريمة اختلاس مو مال تصير مو سرقة، اختلاس مال مو مملوك للغير ما تصير جريمة، اختلاس مال منقول مملوك للغير لكن ما في نية تملك ما تصير جريمة سرقة. شوفوا القانون شلون دقيق في القضية هذه. فاليوم احنا فهمنا شروط جريمة السرقة. دفاع المتهمة الأولى بعد ما وصلت إلى المحكمة شنو قال؟ قال بأن اليوم المال هذا المتمثل في العقد ما لقوا مع موكلتي السارقة اللي هي خشت العقد من أساس تحت طاولة. قالت اللي حاصل بأن وجهوا لها تهم أنكرت في الأساس، وعلى الفرض الجدلي بأن هذا اللي حصل العقد ما خدته هي فما في نية تملك. نرجع التعريف اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية التملك. شلون نثبت نية التملك طالما العقد ما كان عندها مش في حيازتها؟ دفاع نوعا ما في وجهة نظر. الثانية شنو كان دفاعها من خلال محاميها؟ قال بأن هذا المال ما تم عن طريق اختلاس، يعني هي ما راحت خذت العقد هذا من المجني عليها نفسها باقتها. الواقع أن هذا اللي كتب في الأرض حال ما يسمى في القانون الأشياء المتروكة. شنو نقصد في الأشياء المتروكة؟ يعني على افتراض واحد تراهن مع صاحبه قال له مثلا حجرة ورا مقص، إذا أنا فزت أنت تقط 20 في البحر 20 دينار، والعكس كذلك إذا أنت فزت أنا أقط 20. الحين في مال 20 دينار لكن انقطت، يا واحد غيرهم ما يعرفهم شاف 20 وخذاها، هل يساءل في جريمة سرقة؟ لا يساءل. مال متروك محشومين على افتراض القمامة اليوم اللي في الشارع واحد أخذ منها شغلة، هل يساءل في جريمة السرقة؟ لا يساءل. فقال موكلتي اللي خذت العقد من تحت الطاولة يعتبر هذا المال مال متروك، يجوز للمتهمة بأن تستولي عليه طالما ماله صاحب. رأي القانون شنو يقول؟ خلونا نتفق بأن عقوبة جريمة السرقة 2 حبس. إذن هل المحكمة تستجيب لدفاعهم وفي الأخير تعطيهم براءة؟ خاصة الدفاع الأولى بأن ما حصلوا العقد معاها المسروق نفسه. نبتدي بالثانية اللي باعت، حبس 2. ليش حبس 2؟ هي ما باقت. محكمة تقول بأن المال هذا اللي موجود العقد احنا نشيله بمثابة مال، العقد هذا واقعيا ليس في مال متروك إنما مال مفقود. مو معقولة 30,000 قيمة العقد ينقط هالقطة ويعامل في القياس في معاملة القمامة جلكم الله. لذا هالدفاع هذا دفاع جدلي تلتفت عنه المحكمة، لذا حكمها حبس 2. نرجع إلى الأولى، شنو حكمها؟ الحبس 1 واحدة. ليش اختلفت من 2 إلى 1؟ طبعا احنا نتكلم كأقصى حكم. قالوا لأن الأولى هي بدت فيها الجريمة هذه لكن ما كملتها، خذت العقد خشته تحت الطاولة في نية أنها تتملك هالعقد هذا، لكن لسبب خارج عن إرادتها اللي هي المتهمة الثانية اتخذته
لو مو جاية ثانية ماخذة العقد الأولى كملة جريمتها، فيسميها القانون جريمة الشروع في السرقة. يعني سويت الجريمة وما كملتيها، نصف العقوبة المقررة للجريمة الأصلية. حكم السرقة 2 سنين، حكمك 1 سنة. طبعا ما ننسى موضوع العقد في الأصل راح يرجع إلى صاحبته الأصلية، وفي الأخير أنت يا صاحب المحل ياخذ حلاله من السرقة. شكرا.